السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده لسه صغير، دي لسه صغيرة، خليها تعيش حياتها. لا لا لا، كلام كبير عليه، ايش فهمه ده لما يكبر؟ كل الكلام ده بنسمعه كتير قوي من مربين لما بنيجي نوجه لهم او ننصحهم في حاجة بتخص اولادهم من باب التعود، يعني زي ان بنتك بلاش تلبسيها لبس يبين بطنها ولا مايو قطعتين ولا اي شيء من هذا القبيل، وترد تقولك دي صغيرة يعني هي بتتحاسب، واكيد لما تكبر همنع كل ده. اولا لما بقولك عوديها مش معناها عشان بتتحاسب ولا عشان حرام في وقتها، لكن كل الحكاية ان تربية الاولاد بتحتاج لتعود وتدرج، يعني من شب على شيء شاب عليه، والنفس البشرية بطبيعتها بتحتاج التدرج ده، زي مثلا ما ربنا تدرج في منع الخمر، هو اعلم بخلقه. ليا واحدة صاحبتي كانت بتعمل حاجة لطيفة قوي مع بنتها، كانت بتقول لها خدي بالك دي اخر سنة مثلا بالشورت، السنة اللي جاية كله برمودا، وتيجي السنة اللي بعدها تقول لها السنة دي بنطلون بس، ودي اخر سنة مثلا بالقط، السنة اللي جاية كله نص كم. ورغم ان البنت دي غير مكلفة، بس عجبني الاسلوب اللي خلى البنت مؤهلة بحيث ما يكونش فيه صدام، وخلاها متعودة وعارفة ان كل سنة بتكبرها في قطعة بتتشال من دولابها. بنت زي دي لما تيجي تتكلف تفتكري ان الام هتواجه صعوبة في زي شرعي مثلا او لبس محتشم؟ ما ظنش. طبعا ده مثال كبير وعليه مواقف تربوية كتيرة، كتعويد الطفل على الصلاة وتعويده الاستئذان والأمانة والصدق. أي شخص بنشوفه ونفرح بيه عنده الصفات دي هو مش مولود بيها ولا اكتسبها لما كبر، ده طفل عاش كل طفولته مع أب وأم بيغرسوا فيه الصفة دي لحد ما بقت جزء من شخصيته. فما تجيش لما أقولك قول لابنك إن مش من الأمانة إنه ياخد الحاجة الفلانية تقولي ده صغير وطفل ولما يكبر أكيد مش هسيبه يعمل كده. الغصن لما يبقى معوج وهو صغير بيكبر معوج، ولما بتحاول تعدله وهو كبير بيتكسر وبيعورك. لكن لو غصن معوج وهو صغير وانت شديته بالراحة وربطته في دعامة وعدلته بيكبر عدل. يا رب اكون قدرت اوصل لكم رسالتي النهاردة، وبس كده، مع السلامة.